لك يا بنتي، سعيد ابن المعلم فرغالي جاي يزورنا الخميس الجاي هو وامه. يزورونا ليه يا بابا؟ احنا لا نعرفهم ولا لينا علاقه بيهم. يا بنت الناس جايين لحد عندنا، جايين يتعرفوا بينا، ومين عارف مش جايز يعني نكون حبايب واهل. كلامك وراه حاجه يا بابا. سعيد ابن المعلم فرغالي عايز مننا ايه؟ عايز رضاكي وموافقتك يا بنتي. رضايا وموافقتي على ايه يا بابا؟ يا بنتي سعيد بره من 5 سنين ورجع بقاله اسبوع. لا وايه، محمل شيء وشويات، واهل الحته كلهم ما وراهمش كلام الا عن اللي راجع بيه. وبصراحه كده ابوه امبارح كلمني وقال لي انه عايز يعني يفرح بابنه سعيد قبل ما يسافر. يفرح بيه بعيد عننا يا بابا. يا بنتي سعيد نازل اجازه شهر، ادي لنفسك فرصه كده وفكري في كلامي. افكر في ايه يا بابا؟ افكر في ايه ده؟ انا شبه مخطوبه لسامي. مفيش حاجه اسمها يا بنتي شبه مخطوبه لسامي، ما كفايه 7 سنين واحنا متعلقين التعليقه دي. وخلي بالك كل يوم بيعدي عليكي انت اللي بتخسري. طب نصبر كمان شويه يا بابا. يا بنتي ما احنا صبرنا اكتر من 7 سنين، كانت ايه النتيجه؟ ما احنا متعلقين التعليقه اهي، لا طايلين سما ولا طايلين ارض يا بنتي. ناديه احسبيها كده بعقلك، تقعدي وتصبري وتستني كمان 7 سنين، ولا في ظرف شهر واحد بس هترتاحي وتعيشي حياتك مع سعيد اللي معاه الفلوس اللي هتعوضك عن كل اللي فاتك يا بنتي، وهتسعدك.